اللي ما اتحكاش عن الطفولة، ازاي التروما خلتني. في سؤال محدش بيسأله، ايه اللي وجع الشخص ده قوي؟ ايه اللي خلى حد يقرر يدمر نفسه بإيده؟ الناس بتشوف السلوك بس ما بتشوفش الجرح اللي جواه. الجرح ده اسمه التروما أو الصدمة. الناس فاكرة إن التروما أو الصدمة لازم تكون حادثة كبيرة، حادث موت، حرب، لكن الحقيقة ممكن تبقى غياب حضن، كلمة قاسية اتقالت وانت صغير، بيت مليان صريخ أو ساكت طول الوقت، وسكوته بيخوف أكتر من الصوت العالي. اللي الناس مش عارفاه إن الجسم بيفضل فاكر الصدمة، الجهاز العصبي بيعيش حالة طوارئ، كل صوت عالي بيفزعك، كل حد بيقرب منك جسمك بيتشد، وأوقات تانية تحس إنك بتتفرج على نفسك من بعيد، مش موجود أصلا لكن شايف نفسك، وده اسمه انفصال. الإدمان عمره ما كان ضعف إرادة، هو محاولة يائسة للهروب من الوجع. المخدرات كانت الحل مش المشكلة، وكل ما الوجع يطلع المخ بيصرخ هات أي حاجة تهديني، فبدأ يدور على أي حاجة تهربه من نفسه. التروما والمخ لما تتصدم، الكورتيزول هرمون التوتر بيزيد، وده بيأثر على كيمياء المخ، الدوبامين بيقل، السيروتونين بينزل، فتحس انك مش قادر تفرح ومش قادر تهدى ومش قادر تكون طبيعي، فبتدور على حل خارجي. ودي كانت بداية الإدمان. الطفل اللي جواك كان محتاج يسمع كلمة أنا فخور بيك، كان محتاج حضن، أمان، حكايات قبل النوم، لكن لما ما لقاش ده قلل نفسه، انا مش كفايه، انا السبب، انا الغلط، وكبر وهو شايل العار ده على ظهره. ولما الوجع كتر دور على اي حاجه تسكته، دور على المخدرات، وكانت الدايره الوجع، الهروب، الادمان، الذنب، الوجع، وادمان اكتر، دايره مقفوله المدمن بيلف فيها، بس مش مستحيل تكسرها. لكن اطمنك، في امل وفي تعافي. التعافي مش بس انك تبطل، التعافي انك تسمع لصوت الطفل اللي جواك، تحتويه، تحتضنه، وتقول له انا سامعك ومش هسيبك. لما تبدأ تحب نفسك الوجع اللي جواك بيهدى، وساعتها مش هتحتاج تهرب تاني للمخدرات. مش كل مدمن شخص سيء، لكن كل مدمن شخص موجوع. اسمح لنفسك تتشاف، اسمح لنفسك تعيط، وافتكر دايما اللي ساكت مش ناسي، اللي ساكت بيتعافى. ودلوقتي زي ما شفتوا معايا، أثر التروما أو الصدمة ممكن تحول شخص طبيعي لشخص مدمن. اللي تعرض له في طفولته أو اللي شافه في حياته ممكن يكون صدمة، ممكن يكون تروما كبيرة أثرت على مشاعره وأفكاره وأحاسيسه، وخلته يدور على حاجة من براه علشان يسكت الوجع ده، وكان الطريق أو الحل هو المخدرات. وعمر ما المخدرات كانت الحل. الحل الأمثل اللي احنا نتكلم في اللي جوانا، نقول احنا كنا بنحس بإيه ومشاعرنا عاملة إزاي، علشان نبتدي نعالج هذه المشاعر. لأن مشاعر الصدمة هي كانت سبب من أسباب الإدمان، اللي احنا رحنا اعتمدنا على حاجة من بره وهي المخدرات علشان ننسى الوجع اللي جوانا. الحل إن احنا نتعافى، الحل اللي احنا نحاول نحل الصدمة اللي كانت جوانا. وأخيرا اكتب لي في الكومنتات ايه الصدمات اللي انت تعرضت لها وازاي اتصرفت معاها، وما تنساش اللي انا هنا علشان اساعدك تتخطى هذه الصدمات وتكمل طريق التعافي.